كليب. سوف أقطعكم إربا يا آل مرة. أفضل التعليقات على المقطع السابق، الله يسعدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يرحم موتاكم ويشفي مرضاكم، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم أخوكم سلوم من قناة سالم الزويدي. بما أنه بقى العيد 6 أيام، كل عام وأنتم بخير مقدما، وإن شاء الله من العايدين والفايزين بإذن الله. قررنا أنا أخواني وائل هلا والله ليث معزز نجهز للعيد، يعني نروح نفصل ثياب، نجيب حلا عشان نستقبل العيد. للأمانة أنا اللي عند العيد بإيدين. طبعا أكيد بشوفتي. طبعا يا شباب انا بدي اعيد ببيروت عيد 6. تقولها الله الله. ايش حركات هذه ليه؟ الله يا قولي كيف علمني اياها؟ مولع خيو مولع يا خيي. لا ليه تعدل عدل شوي. ايوه كذا حلو 100% كامل الدسم. للأمانة ليث دائما يبهرني بأطقم المولعة. الله لازم نجيب له طفاية حريق والله. الله عليك فنشسته. الله الله. طبعا اخوي وائل كان يحضر فيلم مسكيني مسلم مكسيكي. وش مسكيني؟ اخوي وائل كان يحضر فيلم مسكيكي مكسيكي. اسكت خلنا نتكلم. مكسيكي. فجأة قلب راحت البقر، قام يلبس طاقية وكذا ومعاه سلاح على طول يا لهوي. جاهزين يا شباب؟ يلا مشينا. طبعا رفيقنا في الرحلة ابو نعيمة. كيفك ابو نعيمة؟ طيب اقصد ولد نعيمة. ترى ينكر يقول ولد نعيمة، تقول ابو نعيمة. اي والله بنفس الشيء ترى. امك نعيمة. طبعا ابو نعيمة بالعيد مو هنا بأربجيان، ما اعرف اسمه صعب انت بعد. اذربيجان. باكو اختصرها باكو. خبرونا باكوات. هو الذوق الوحيد بني نعم. بشير ناخذه معنا عشان ينقي. اي والله. هذا اعلان. بجيب العيد. هذا اعلان. شوف ما شاء الله زحمة كلها معبية المصافط. طبعا الحين وصلنا السوق والله ما اعرف زحمة على ايش. المحلات فاضية مرة، ما في يعني الا قليل مرة. يلا يا عيال. والله نار حلو. اواسيل بجلس كل يوم اجي صور المقدمين واللي فينا. السلام عليكم. طبعا هذا المحل عنده زحمة، يقولون بعد العيد بعدين تعالوا. برواز أمن. السلام عليكم. طيب الحمد لله. طيب يا مرحبا. طيب الحمد لله طيبين. يا مرحبا. كيف حالك يا ابو علي؟ يلا خجول يا عيال. لا من جديد. كيف حالك يا ابو علي؟ تمام والله. طيب والله بشر بخير. عندك مجال 3 ثياب رجال صغار؟ فيه ايش؟ رجال صغار. تبغى شوف؟ الاشواق ارحب. يا عيال الخياط البرواز كلكم تعالوا عنده. اطلق خياط حواس. وش تقول؟ يلا عشان نضبطك صح؟ ايه. طبعا الحين خلصنا تفصيل. متى طلعت ثيابكم هي؟ قبل العيد
قبل العيد بيوم يعني 29 تخيل زي ما اللحظة الأخيرة. هلا شحط. دليل انت يعني تطلع ثياب ولا ثياب؟ انت قبل بالله تعوز شلف هذا يا ولد. انت تربط الطيارة يقول احتمال واحد يموت احتمال واحد يطيح. ما الطيارة تطيح. تخيل انت كذا بس فوق البحر برضه الطيارة طاحت. زينة فوق البحر. لا يا ادري ما تقدر لا تقط روحك. عيال وش لا اسمح ولا تطيح على قاب. المشكلة فيك شو اسمه في كسر بل شو اسمه ما بتكلم يا عيال في كسر هنا. ايه وين تطيح وين تسبح. اسكت احجز. والحين جايين ناخذ داخليات وسراويل وطواقي. شوف القسم القوي ذا يمين. لقينا عزوز. عزوز شو قرب لك ذا؟ هذا النسب البزي. خالة انت يعني؟ ايه انت يا ابن اخته خليك جالس وخلاص جا خوينا. يعطيك العافية العمر مصلحة كذا. وفيت نظامي. ايه الو ايش عندك؟ والله مكتوب القطن بيتكلم مصري. الو الو هاي رد. ازيك؟ ازيك؟ اصغر من كذا ما في؟ في اكثر من كذا. عطنا واحدة عطنا. يفهمون كذا قل لهم انا يبقى عيال هذا تعرفني اتكلم انجليزي. يلا يبقى كويل يعني كوي طويل. الله الانجليزي حبتين. خلصنا اخذنا السراويل وفنايل. والحين طالعين وين ليث؟ نجيب نعول من محل على محل مشطنا ام المحلات ما في. السالفة وهذا اليوم الثاني بعد فرق 5555 ألف محل. وصلنا هذا المحل القوي يعني تقدر تقول القوي. اخبار صديق؟ طيب كيفك طيب؟ عطنا نعول عطنا للنعل. نعول. قوية صح؟ قصدك الاسنان كذا ثاني حلوات. زي وجهك. خلنك يلا خذ من هذا كويس. هذا اللي شوف احلى شيء. الله شوف التركيبه هذا يعني يقدرون يبدلون بكيفهم الالوان. تخبروا اسود ابيض اللي تبغاه. ليه تعطنا المود الروز مود الليث. الله عطنا حركه اكشنيه ليث. شلون؟ الله اكبر. يلا قوم خلاص ما له شغل ترى بالاكشن ذي. والحين يا عيال خلصنا كل شيء. الحين باخذ بشت. عندك والبشت بصير شيخ لا تقنعني. خلاص انتهت كل البشوت موجودة. الشيخ سالم الآن يلبس البشت القوي. عدل البشت. ايوه لا حد يقنعني شيخ امام. لا حد يقنعني شيخ امام. شلون بدون مجاملات؟ دقيقة خلنا نعدل لك من هنا. والله شيخ يا شباب اللي خابر له قبيلة ناقصهم شيخ يكلمنا. اكتبوا لنا بالكومنت اللي يبغون شيخ موجود سال. يا لثارات كليب سوف اقطعكم اربا يا آل مرة. قتلتني يا جساس. قتلتني ايها الزير. نعم لماذا؟ لانك قتلت اخي. خر عليك وعلى اخوك. ايش تبغى انت الحين؟ بوشت تخسي بالانجليزي بوشت. ما في بوشت الا انت. بوشت تخسي انت وجهك وجه ليه يا واد البشوت للشيوخ بس اما الجرابيع ما يلبسونها. فهمت يا جربوع؟ ودفعت عنا يا عيال تكفون يا عيال دوروا لنا شيخ قبيلة. الشيخ قبيلة ميت او صاير شيء النوب بداله. شو خاتمك؟ هذا خاتم السيادة طبعا. ورجعنا البيت. هاي امه كيف الغراض؟ والله ما شاء الله حلوات مثلك. اوكي طيب كيف البشت؟ والله ما شاء الله شيخ. طيب ما تزوجيني شيخة؟ بس رجع. طب الشنب؟ يقول المثل العبرة بالخواتم. تجيك الصدمة كذا باللقطة الأخيرة يعني عادي متعودين. المهم الحين وصلنا لنهاية المقطع. إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسون لايك شير اشتراك في القناة وانشر رابط كل أخوياك في الواتساب. ترقب فلوق بعد بكرة نسوي حل العيد أنا وأمي. حط حق النعل سعر النعل هنا.
سلام.